أجمل تحية لكل متابعين برنامج بلا روتين. ضيفي اليوم ملحن ومطرب عراقي كبير علي بدر. أهلا وسهلا، نور نورك. راح نبدي بأم المشاكل. أول سؤال، أغنية يا حظي شنو سالفتها؟ الرماس طلبوا مني انه اغني اغنية مع نور الزين واسراء، المخرج رأفت البدر. قلت له ما يخالف، بس اكو التزام ادبي، خل اتصل على سوران اقول له. قال لي اتصل عليه واذا وافق حتى نبلش. بالصدفة رأفت يعني انه صور صورة وياي ونزلها على سنابه مشاهد. اكو بعض المغرضين مصورين السناب ومودين سوران. جاي له شوف علي بدر ماخذ صوره ويا رأفت البدر وكاتبين قريبا. جدا اتصل على سوران، لقيته مسوي لي بلوك. رحت على الفيسبوك قلت خل اتصل عليه، لقيته هم مسوي لي بلوك. خابرت على المسؤول على اليوتيوب مالتهم، قلت له هم خابرك؟ قال لي هسه استلمت التليفون مني، قال لي سوي له بلوك من القناه ومن اليوتيوب، امسح الاغاني مالته كلها الكليبات. فدخلت جوا على الغرفه قلت له رأفت خلينا نسجل ونصور. اكو بلقاء من اللقاءات النصرة البدر قال انه الالبوم اللي لحنه كله الياس خضر كانت اغنية هم رجع قلبي يحن وش قد متغيرة علي، الحانه فقط هالاغنيتين هي اللي نجحت من كل الالبوم، والالبوم باقي شيله ولا سمعه. انت ذكرك انه انت ملحن واحده من الاغاني اللي في الالبوم. هذا الالبوم اصلا انا ما عندي ولا لحن به. ما عندك لحن؟ اي هو نصرة استعجل واني عاتبته، قال اني شو تظن انه انت ملحن بالالبوم؟ قلت له لا انا ملحن. انا لحنت اغنيه الياس خضر قبل ما يلحن له نصرة اعتقد بسنتين او ثلاثه. علي بدر اليوم لما مطربين شباب تجيهم فكره انه يغنون اغنيه ويدخلون بيها مطرب قديم كبير. اي نعم. اخر تريو انت والفنان الكبير اسماعيل الفروجي ونور الزين. نعم. طبيعه هيك عمل تعتبر مجامل للفنان الكبير. كنت مدعو في بيت الفنان اسماعيل الفروجي على العشاء، فتعشينا وكملنا وخلصنا. فدا اطلع قال لي وين بدك تروح؟ قلت له للرماس. قال لي اوقف ارد وياك ارد اشوف رأفت، يعني مشتاق له صار فتره طويله ما شايفه، من اخرج له اغنيه تساليني ليش احبك وبعد ما شافه من ايام سوريا. طبينا رأفت تلقى اسماعيل وكذا وقعدنا وشاي ومي وما شنو. طب نور الزين شاف اسماعيل هو معجب بيه منه زغر، قال لي علي قول له نغني دويتو انا وياه. فانا قلت له ابو عبد الله بيها مجال تغني دويتو نور؟ قال لي اتشرف بيه ليش ما اغني وياه؟ قال لي بس يراد لنا اوديو حلو وكذا. فقلت له نور قال لي بما ان انت تفهمه الحنها انت الاغنيه. حكي ساعه بال11 بالليل، بالوحدة ونص تقريبا خلصنا تسجيل وتصوير كلها كامله. طلعت من واهس. اي بس هو حب إيه حب حب حب. الحب يخلق الابداع. منو من اللي مستحيل تتعامل وياه، لا تاخذ منه كلام، لا تنطيه، لا تغني له، لا يغني لك؟ ممكن مطرب قلق زياده عن اللزوم ويتعبني، ما احب الحين. منو من المطربين او الفنانين الموجودين ما المفروض يكون مطرب؟ الدخيل دائما هو ما المفروض يدخل بهذا المجال. تحسه كلش بعيد، لانه احنا صارت ظاهره بالاخير لما نسمع الفيديو كليب الاغنيه وبعدين هذا المطرب يجي على مسرح نهائيا يبين ضعفه ضعفه جدا. احنا تدري شنو، احنا عندنا التكنولوجيا والاجهزه الحديثه اللي بدنا نشتغل بيها تسوي اشياء يعني بصراحه سهلت الغناء. اكو برنامج راح ينزل يقول لك سوالف واحنا ننغم. يعني شلونك حسام شخبارك يصير لحن، شلونك حسام شخبارك ينطقوها هيك مثلا. هذا يفيدني حتى نسوي هذا حتى انت تسوي دوت انا وياك. زين، خليني اسالك عن اسماء اوصف لي اياهم. احمد المصلاوي فنان جميل جدا باختياراته. قيس هشام اختياراته جميله القديمه، بالوقت الحاضر عنده تراجع صار. محمد السالم الفنان المجتهد. نصرة البدر ملحن مثابر ومبدع. حسين الغزال اول مطرب يعني من هو صغير لحنت له. نور الزين بالبدايات كان متاثر ببعض الفنانين اللي سبقوه، لكن بعد فتره اخذ طريق له ولون له خاص واشتغل على نفسه بصوره جميله. عدنان بريسم خامه جميله تدخل الى القلب بدون استئذان.
أريد أسألك عن محمد عبد الجبار. انا عشقي لصوت محمد كبير من الطفوله، احنا نلعب بالشارع انا احب صوته. مهند عدنان. مثابر ومجتهد بالفتره السابقه، الفتره الحاليه لا. وليد الشامي. ايضا فنان مجتهد وملحن جيد ومبدع. اكو صفة تضوجك بعلي بدر؟ طيبتي الزايده. تضوجك. ما وصلت لمرحله كنت اكرهها. طيب واللي تحبه من علي بدر؟ هي نفسها طيبتي، يعني انا هي صفه مشتركه الطيبه الزايده من تصير عندي، لان هوايه اروح زياده ويا الناس، بعض الناس يعني اروح زياده واخسر هوايه. زين. أريد أسألك، لقيت الأنثى اللي تحمل المواصفات اللي تريدها؟ مو موجوده اكيد. والخلل وين؟ يجوز بي. انا مؤمن جدا 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 بما يكتب لي رب العالمين. اذا الله راد خلص، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. الصديق الخاين مر بحياتك؟ اي طبعا. غني له. لا تصدقه اللي قال لك راح اموت ودنيتي بلياك خنقه، لا تصدقه واللي قال لك نار بيه والدمع ابكي بحرقه، لا تصدقه. بنية حلوة. الله 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 يا جمالك، دلل علي انا احب دلالك. الأم. يما يا يما حبيبي يا يما اسمعيني بجفاك انهل دمع عيني. علي بدر، أشكرك لبيت الدعوة برنامج بلا روتين. استمتعنا وياك باللقاء، وشكرا مرة ثانية. أنا اللي أشكرك وتحياتي إليك والكل الكادر.